السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه جيده وطاعه دايما لله. من مطبخ التوفير، اختكم في الله الشيف زينب عبد الحميد. هنعمل النهارده حلاوه من حلاوه المولد اللي بتتحط في علبه الحلاوه. الشكلمه زي ما انتم شايفين جميله ورائعه، ومش بس في حلاوه المولد، تشرف في اي يعني اي ضيف بتقدمها له، جميله جدا جدا والطعم جنان زي ما انتم شايفين. ناخد المقادير بالمظبوط، هتطلع معاكم دي ابسط واسهل وانجح طريقه. بصراحه طعمها جنان. تعالوا نشوف عملنا الشكلمه دي اللي من حلاوه المولد، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف، اعاده الله على الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات. تعالوا نشوف الفيديو عملناه ازاي والمقادير مظبوطه 100%. السلام عليكم. النهارده هنعمل شكلمه بتاعه المولد النبوي. زي ما انتم شايفين مقاديرها بالترتيب. اول حاجه الشربات بتاعها نص كوبايه سكر على نص كوبايه ميه، يعني 50% 50% زي بعضيهم يعني. عندنا طبعا الفانيليا سائله والفانيليا البودر، وعندنا عصره نص ليمون، عندنا قرصه او رشه ملح هنحطها على الدقيق بتاعنا، ربع كوبايه الدقيق بتاعتنا. عندنا بقى من اول المقادير بتاعتنا دي بالترتيب عاملينها 3 بيضات كاملين، نص كوبايه 125 جرام، يعني نص كوبايه زائد معلقه. عندنا من السمنه 75 جرام، يعني ربع كوبايه ومعلقه صغيره. عندنا 75 جرام عسل كلوكوز، يعني برضو ربع كوبايه. ال 75 جرام يعني ربع كوبايه. عندنا الدقيق 50 جرام يعني ربع كوبايه. عندنا رشه الدقيق الملح حطيناها، وعندنا ربع كيلو جوز الهند. ليه مواصفات طبعا جوز الهند يكون له ناعم ولا خشن، يعني ناعم يبقى افضل، ويكون طبعا ابيض. يفضل جوز الهند الفيتنامي او السريلانكي، بيكون مبشور ناعم كده وكامل الدسم. لو انت عندك بقى يعني موجود عندك قديم وما تعرفيش ظروفه ايه او طعمه ايه، بتجيبي بقى انت صنص جوز الهند، يا اما زيت جوز الهند زي ما حضراتكم شايفين كده، 5 جنيه العلبه. بتحطيها عشان تضمني ان يديكي تعزيز نكهه، يعني الطعم يبقى عالي. احنا كده قلناهم المقادير بالترتيب. نبتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ونبتدي اول حاجه هنعملها الشربات زي ما حضراتكم شايفين. هنحطه على النار. اول ما يغلي هعصر عليه عصره نص ليمونه، وابتدي من بعد الغليان 4 دقايق 5 دقايق بالكتير واطفي عليه. عندي بيض، يبقى عندي فانيليا يتحط عليها بودر، وممكن نحط كمان فانيليا من اللي هي السائله نقطتين. هنحط 3 بيضات كاملين، ال3 بيضات على الفانيليا، عشان خاطر ايه حطينا فانيليا البودر والسائله، عشان ما يبقاش عندنا ريحه اي نوع من الزفاره. زي ما انتم شايفين كده دوبنا البيض مع الفانيليا. هبتدي ممكن نحط النص كوبايه زائد معلقه السكر حبيبات او سكر بودر. زي ما شايفين كده نحاول ندوب البيض مع السكر كويس جدا. لو انت حطيتي سكر بودر بتنخليه في المصفى عشان ما يبقاش فيه اي كلاكيع. عندي السمنه، عندي سمنتي بلدي مسيحاها، ابتدي احطها زي ما انتم شايفين كده. ادي غلي اهو، ابتدي عصره نص، ما تكتريش الليمونه، يعني هي نقطتين بكفايه، يعني مش عصره كامله. وابتدي بقى احط ايه عسل الكلوكوز زي ما انتم شايفين كده. هنقلب بقى الحاجات كلها على بعضها زي ما انتم شايفين كويس جدا. هحط الدقيق بتاعي. عندنا صنص جوز الهند نحط شويه. اخر حاجه هنحطها جوز الهند زي ما انتم شايفين كده اهوت، تدريجيا. اول ما يتشرب هنا نحط ايه غيره كده. 4 دقايق هحط بقى ايه، هنحط نقطه فانيليا سايله ونطفي عليه، ويبقى كده خلص الشربات. لما نلاقيها سايحه كده هنحط ايه كمان شويه. ما تحطوش كله مره واحده، على حسب ما يجمد معاكي، عشان احنا هنحطه في ايه، في لسه برضو نحط ايه الربع كيلو كامل. لا يا سايح شويه، حطيت بقى ايه فوق الربع كيلو معلقه كمان
يبقى كده ايه تمام التمام زي ما انتم شايفين كده. هنقلب كل المكونات مع بعضها. مش هقول لكم ريحه جوز الهند عامله ايه، جميله خالص خالص. شكله برضو عايز معلقه كمان كده. بقى هيخد يعني ربع كيلو و3 4 يعني 3 معالق بالظبط. هبتدي بقى انا ايه احطهم في القمع. الادي كان غايبه عني اسمها بلبله. هنحط بقى ايه، لازم يكون القمع بتاعنا هبتدي احضر بقى الصواني بتاعتي وادهنها. بعد ما دهنت الصواني احطها بقى ايه في القمع. هي دي زي ما انتم شايفين كده مليناها. ابتدي بقى ايه يعني ادوس كده اهو بالراحه، يعني ما اتكش عليها على الصينيه كده وارفع فوق كده وارفع فوق اهو زي ما انتم شايفين. اسيب مسافه متقلش عليها في الصينيه. ادي خلصنا الصينيه الاولى، هتيجي بقى في الصينيه الثانيه. ادي الشربات بتاعي اللي انا عملته سايباه يبرد. مولعه على الفرن دلوقتي، لازم تخش على نار مسبقه التسخين. درجه الحراره لا تقل عن 160 ولا تكتر عن 180، يعني 160 او 170. الاول بتمسك من تحت وبعد كده بفتح لها الشوايه. ما بتستغرقش اكتر من تلت ساعه، يعني 20 دقيقه ل 30 دقيقه الا 5 دقائق، يعني 25 دقيقه. يعني من 20 ل 25 دقيقه ده وقتها. زي ما انتم شايفين كده هبتدي انا ايه ادي الكريز. هو بيتباع انصاص او كامله، بعمله ربع يعني بقطعه نصين كمان زي ما انتم شايفين كده. لما اقطعه او محطاه عليه كده قبل ما ادخله بيبقى ربع، لان نص كتير عليه. هنحطه بقى في الفرن 160 لمده 20 دقيقه او 25 دقيقه، يقفش بس من تحت. بعد كده اولعه بالشوايه ياخد لون بس. واول ما يطلع اسيب الشربات على طول. هبتدي احط على كل واحده كده ايه نقطه وهو سخن كده زي ما انتم شايفين كده. حطيناها في الاطباق الورقيه اللي بيتحط فيها شوكولاته جميله خالص. ممكن تحطيها في اللي هي الكب كيك، الصينيه الكب كيك جميله وما بتاخدش في النار كتير زي ما حضراتكم شايفين. الاول بتاخد ارضيه وبعد كده نفتح الشوايه. اخدت مني 8 دقايق، بيبقى على حسب النار. يعني النار الكهرباء عندي بتبقى اعلى مثلا. خدت 8 دقايق زي ما انتم شايفين. ممكن نار تانية تاخد 20 دقيقة أو 25 دقيقة. يا رب تكون الشكلمة جميلة، هي رائعة رائعة رائعة. تعجبكم، تقدروا تطبقوها لأن بصراحة جميلة جدا. وبتشرف لما بيكون عندك ضيف وكده تقدميها يعني وكده، مش بس عشان حلاوة المولد. يا رب تنال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.